من كتر الفشل بتاع العبد لله قرر يدق كلمه نحس على قفاه. انا اللي معروف عني يا معلمي ان انا واحد بحب اشغل دماغي. ترابيزه بلياردو بتاعت واحد حبيبي قال لي ترابيزتك يا معلم انزل دق على اكل عيشك، استيكك، طبشرك، بودرتك. قلت له عيني. توكلت على الله. ويوم لما الدنيا تزمزق انا كنت حريف قوي، امسك الاستيك واقف عايز لعيب وجيني على الجني، وبعد ما اخلص اروح اجر مكن واضيع الفلوس وما عملتش لنفسي حاجه. طب عايز اسند بشغلانه تانية. صاحب الترابيزه قام عامل بيزنس عالي قوي والله. قال لي بص انا هاخد الدكان ده ايجار، هنفتحوه جوه فاكهه وحمار وحلاوه على السكينه يا شارع، وبره شويه خضار. قلت له يا عم الشغل مش عيب وما تشغلش بالك، اعتمد عليك. قلت له يا عم ما تصغرناش بقى في وانا قلت معاك في الترابيزه. طب بص يا معلمي المفتاح اهو، عربيه الوكاله بتيجي الساعه 7 الصبح، هتصحى بدري لعبتي. قال لي اتفضل مفتاحك اهو، بكره اول يوم العربيه هتيجي فيه، انت اللي تفتح وترص حاجتك وانا هاجي على اخر النهار. عينيا. روحت نمت، نايم بقى بحلم احلام العصر، فردة كاوتش بتجري ورايا عايزه تعضني، حاجات من اللي هي تثبت لك ان انت مختل عقليا. نايم والاقي لك يا معلمي صوت حد بيصرخ لي في المنطقه، وطبعا ما اديتش اخوان، هو اللي يخليني احلم الاحلام دي كلها؟ فطبيعي ممكن احلم ان حد بينادي عليا يا اللي ما عندكش دم، يا اللي ما تربيتش، يا اللي عملت لي فيها حيطه خرسان وانت حيطه مايل. قلقت قلت ابص من البلكونه اشوف في ايه، الاقي لك صاحب المصلحه واقف مفرج عليا لا اله الا الله في الشارع. انت مش بتاع شغل، انا استاهل ضرب الجزمه ان انا خليتك تتوكل على الله معايا. صوت المنطقه احذف المفتاح يا اللي ما عندكش دم، وهو مثبت في ما عندكش دم. انت فعلا ما عندكش دم. انت حادف له المفتاح، قام رايح فاتح مصلحه اكل عيش، ونازل انا بقى بعد الظهر. والله يا زمن قاسي علينا. المهم ده ملخصي في البيزنس القديم. دخلت بقى بيزنس جديد وده اللي على الصح وعلى الظبط. انا جاي لك يا معلم بيزنس العمر. انا خدت دماغك وسوحتها عشان اوصل للنقطه ديت. كان في زنبله مبهدلنا ممرمطني كفيني على وشي، اكني جبت وش سلندر وواحد قام جايب سلبه رابطها في رجليا وقام قاطرني يوصلني على اقرب ميكانيكي، والشيطان واخد عليا بونص. ده محقق التارجت قبل الشهر ما يجي. جبت كفتين، حطيت كفه فيها الذنب، الكفه التانيه هعمل كالاتي. شبه ما كنت مدور مكنه 2000 سي سي تربو على الذنب، هندورها برضو على التوبه. اجري اقوم داخل حمامي متوضي، يا رب انا نويت اصلي ركعتين توبه بنيه التوبه عن الذنب الفلاني، يا رب قويني على نفسي الضعيفه. وانا نازل من بيتنا اول حاجه ادور عليها ان انا اطلع صدقه استغفار بقى كتير ما تعدش، وكل سجده اسجدها لازم ادعي يا رب قويني، يا رب كرهني في الذنب الفلاني، يا رب انا عبدك الضعيف، انا لوحدي مش هقدر، انا لوحدي ماليش اي لازمه. هنا بقى معلمي حسيت ان المكنه قربت تطلع قماش. افسر لك انا بقى ان اللي ملحقك حس ان هو بيعينك على ملاحقك، وكل ملحق وكحكه في الشهاده بتقوم معوضها انت بكذا عباده. شفت تشغيل الدماغ؟ يقوم هو قايل في عقل باله ايه الولد اللي تفكيره تفكير صهاينه ده، يدخل لك داخله من هنا تقوم عامل معاه نفس الشغله، وهكذا وهكذا. وهو ده بقى اللي اسمه جهاد النفس، هو ده تشغيل الدماغ اللي يستاهل ان انت تفرك الرمان بلي بتاعها وتشحمه بدل ما هو قرب يجنزر. لكن اللي كل ما يقع في ذنب انا خلاص بقى ما انا اخش النار بقى يا عم، بعد كده في الاخر يبقى ربنا يدخلني الجنه ما وعدني بكده، واللي ينخ واللي يتكعبل. هو ده اللي عايزه الابليس، عايزك تفضل قاعد فاقد الامل في نفسك وذنب يجيب ذنب، بدل ما القماشه تبقى ماشي جهاد في النفس وعمال تعافر مع نفسك، لا ده انت عمال تدوس على نفسك وتديها بالجزمه وتقنعها ان انت مفيش منك رجا. كل اللي دماغه مسوحاه في حاجه يلحق يراجع حساباته. انت فيك داء جهده، انت فيك داء جهدي. عينوا حبايبكم في الدنيا اللي احنا فيها عشان لما يجي باذن الله الاخره ناخد بايد بعضينا على الجنه.